بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البودكاست القصير سنحاول تسليط الضوء على مجموعة من النصائح والإرشادات التي يحتاجها الطلبة المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، وسنقسمها إلى 3 أجزاء: الأول قبل الامتحان، والثاني أثناء الامتحان، والأخير بعد الامتحان. على بركة الله نستهل نصائحنا. أولا قبل الامتحان. قبل الامتحان أولا إليك مجموعة من النصائح. 1. خذ قسطا كافيا من النوم قبل يوم الامتحان 8 ساعات. 2. أعط لنفسك وقتا كافيا حتى تذهب إلى الامتحان باكرا وعلى غير عجلة. 3. لا تنسى الدعاء لنفسك وحتى اطلب الدعاء من والديك. 4. لا تذهب إلى الامتحان بمعدة فارغة، فحاول أن تتناول شيئا ولو حبة تمر. 5. حين تصل إلى قاعة الامتحان استرخي قبل الامتحان. 6. لا تحاول أن تراجع في اللحظات الأخيرة. 7. واجه الامتحان بدقة تامة واعتبره فرصة لاستعراض ما ذاكرته. 8. استخدم الوقت بدقة. 2. أثناء الامتحان. 1. قم بقلب الورقة عند استلامها لمدة نصف دقيقة حتى يزول القلق والتوتر. 2. سم الله واذكر الدعاء التالي: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إن شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 3. اقرأ الأسئلة والتعليمات بدقة، ففي البكالوريا كل حرف كتب له معنى. 4. اجلس بشكل مريح ومعتدل. 5. إذا واجهت سؤالا صعبا انتقل فورا إلى سؤال آخر ولا تضيع وقتك به. 6. إذا كان الامتحان صعبا اختر أحد الأسئلة السهلة وابدأ بالإجابة عنها، لأن ذلك يعيد لذاكرتك ما نسيته. 7. قم بالإجابة على الأسئلة التي تعرفها في ورقة عادية لكي يبدأ عقلك بالعمل. 8. لا تقلق عندما ترى الطلبة يسلمون أوراقهم، فليس هنالك جائزة لمن ينتهي أولا. 9. عند الانتهاء من الإجابة راجع مرة، مرتان إلى 3 مرات. 10. لا تكتب اسمك على الأوراق الإضافية ولا على الورقة المليمترية، وتجنب كتابة أي خربشات أو علامات. حاول أن تترك الورقة نظيفة. 11. لا تستعمل القلم الأحمر لا للكتابة ولا للتسطير. 12. تأكد من ملء بياناتك الشخصية: اسمك، لقبك، رقم تسجيلك، مكان وتاريخ ازديادك، ثم التوقيع. 13. لا تنسى بطاقة التعريف والاستدعاء الخاص بك. 14. تأكد من أن لون الأوراق الإضافية هو لون الورقة الرئيسية. 15. تأكد بنفسك من تجميع أوراقك بالكماشة أي بالجرافيز. 16. يمكنك استعمال الأقلام الملونة في مادة الاجتماعيات والعلوم. 17. اكتب بلون واحد، أزرق أو أسود، وخذ أكثر من قلم كاحتياط. 18. لا تنسى أخذ الآلة الحاسبة والمنقلة والأقلام الملونة والماحي الإفاسير. 19. تجنب الكتابة بالأقلام الحرارية. النصيحة الثالثة والجزء الثالث بعد الامتحان: لا تسأل عن إجابة أصدقائك ولا عن الإجابة النموذجية، ولا تفكر فيما مضى وفكر فقط فيما هو آت، وحاول أن تتذكر كل ما هو إيجابي حتى تبقى معنوياتك عالية. توكل على الله، اجتهد، ادرس ولا تغش، وتأكد بأن الله تعالى سيوفقك. مع تمنياتي لكم
بالتوفيق والسداد. وفقكم الله وأعانكم وهداكم إلى طريق النجاح. ولا تنسوا في الأخير كلكم ناجحون. كان معكم الأستاذ سلاخ عبد اللطيف. سلام.